بس انا نسيت افتح صوص الجارليك. المفروض دي حجم ميديم. انا بدات اشم ريحه حلوه. هي دلوقتي تقريبا دلوقتي بيجلفوها تقريبا، المفروض طالعه، بس انا حاسسها اللي هي محروقه سيكه. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده في فيديو جديد كنت عايز اعمله بقالي فتره كبيره، حتى رحت مدينة مخصوص عشان اعمل الفيديو ده، وفي الاخر ما لقيتهاش شغالة. والفيديو هو اللي انا اجرب مكنة بيتزا. فالنهاردة احنا رايحين لمكنة موجودة هنا قرب البيت بتاعي، وهنجيب منها بيتزاية وهنقارنها ببراند بيتزا معروف هنا في انجلترا ومعروف في العالم كله يعني. فخلينا نبدأ الفيديو. اول بيتزا طلبناها هي من دومينوز، هو من مطعم عادي مش مكنة ولا اي حاجة. فاحنا هنقارن ما بين دومينوز وما بين البيتزا اللي هتطلع من مكنة البيتزا. ففاضل لنا حوالي 8 دقايق لغاية ما البيتزا بتاعتنا تبقى جاهزة ونروح ناخدها من المطعم، وبعد كده هنطلع على المكنة، نروح المكنة نطلب بيتزا من عندها، وبعد كده هنروح على البيت نفتحهم وناكلهم ونشوف الفرق ما بينهم ايه، ونشوف برضو السعر اذا كان يفرق ولا هي واجيبها من مطعم ولا اجيبها من المكنة وانه احسن، وده كله يعني. فخلينا دلوقتي نروح على دومينوز. وصلنا دومينوز، هنستنى بقى حوالي بتاع 3-4 دقايق كده لغاية ما هم يخلصوها، وادخل اجيب البيتزا ونتحرك على طول لمكنة البيتزا. طبعا مكنة البيتزا هنا هي مش مشهورة قوي ومش حاجة جديدة. مكنة البيتزا موجودة هنا من 2010 تقريبا، يعني حاجة قديمة جدا، بس دلوقتي عملوا منها شكل جديد واللي هي حاجة اسمها سمارت بيتزا فيندنج ماشين. بس هي مش مشهورة قوي هنا، الناس هنا ما بتروحش المكنة البيتزا. في واحدة جنب البيت عندي بس ما بلاقيش حد يعني بيروح ويجي عليها. يلا طبعا جبنا البيتزا، هي المفروض دي حجم ميديم، فيلا بينا قبل ما تبرد ونروح على مكنة البيتزا. طبعا ادينا وصلنا لمكنة البيتزا. هي دي حرفيا مكنة البيتزا، هي عبارة عن شاشة، وفي هنا مكان كبير. طبعا الفرن والدنيا دي كلها جوه، بس مفيش حد جوه، كل اللي بيحصل جوه ده هي مكنة هي اللي بتعمل كل حاجة. فخلينا نطلب البيتزا بتاعتنا من المكنة دي. اول حاجة وبيقول لك هنا دوس على الشاشة، وهي دي تقريبا كل الاختيارات اللي موجودة واسعارها. بس اهم حاجة وانت بتشتري لازم تخلي بالك، لان معظم الحاجات فيها خنزير. طبعا احنا هنختار مارجريتا موتني، وهنا بيقول لك ايه الحاجات اللي فيها. ففيها بازل وفيها شوية طماطم وشوية حاجات يعني موجودة في البيتزا. وبيقول لك سعر البيتزا هنا 9.95 او ساج. وبعد كده بتعمل كونفيرم، بعد كده لازم ندفع. المفروض بقى بعد ما بتدفع في شريط هنا بيحمل لما يوصل للاخر، فده معناه ان البيتزا في طريقها لينا وبتطلع من الفتحة الصغيرة دي. فهي تقريبا بتاخد من حوالي من 3-4 دقايق لغاية ما البيتزا تستوي وتطلع لك. دي تعتبر مكنة البيتزا، وهي يعتبر في بنزينة شارع هو ورانا. فاحنا هنستنى البيتزاية. انا بدأت اشم ريحة حلوة، فانتوا اكتبوا في الكومنت تتوقعوا مين يكسب، دومينوز ولا مكنة البيتزا دي. وما تنساش برضو تعمل لايك واشتراك في القناة، يعني اهو بقول لكم عشان ما تنسوش. هي خلاص على الابواب. هي دلوقتي تقريبا دلوقتي بيجلفوها تقريبا، المفروض طالعه اهي. فيلا بينا على البيت عشان ناكل، عشان انا والله جعان. لما اشتريت دومينوس كانت ريحتها حلوه جدا، ودي ريحتها حلوه جدا. انا كنت متوقع ان دي هتطلع اي كلام، بس الريحه لغايه دلوقتي ليهم هما الاتنين باستني. خلاص وصلنا البيت والدنيا بدأت تشتي دلوقتي، مش عارف ليه. كان زي الفل اليوم كله، بس مش مشكلة. بس أهم حاجة اللي احنا جبنا البيتزا، دي أهم حاجة. نقفل العربية ويلا على البيت. دول البيتزتين، دي مكنة البيتزا ودي دومينوس.
طبعا العلبتين في حجم بعض تقريبا، يعني نفس الحجم، تقريبا نفس الحجم. ودي ماكينة البيتزا، ودي دومينوز. طبعا الدومينوز جاب معاها صوص، هو جاردك صوص. دي مش معاها اي حاجة ولا متقطعة ولا اي حاجة، بس جاي معاها ايه، سكينة خشب من التنة يعني. انا هقول لكم السعر في الاخر، بس خليني برضو اوريكم البيتزا تاني. هي دي دومينوز ودي ماكينة البيتزا. الحجم ما بينهم انا حاسس دومينوز اكبر، دي يعني دي باينة قوي. خلينا نجرب دلوقتي ونشوف مين الاحسن. طبعا عندنا احنا كاتشب ومايونيز، وهنستخدم برضو الجاردك صوص، بس خلينا نقطع اللي هي ماكينة البيتزا علشان هي مش متقطعة. هنجرب اول حاجه وهي ماكينه البيتزا. الاطراف مقرمشه شويه، بس انا حاسسها اللي هي محروقه سيكه، عليها طماطم وعليها بازل اللي هو الريحان، وعليها جبنه موزاريلا وصلصه. فخلينا ندوق. طعمها في اللذيذ، طعمها حلو، بس الجبنه قليله برضه. نسيب دي وندخل في دومينوز. دومينوز العجينه بتاعتها افتح سيكه وعليها حاجات كتير زي ما انتم شايفين هنا. ده فرق اللون. طبعا عليها حاجات كتير اكتر من البيتزا التانية. ده عليها بيبروني، بس ده فيجيتيريان مش لحمه خالص، وعليها هالبينو، والجبنه بتاعتهم وعليها صلصه طماطم. خلينا دلوقتي ناخد سلايس من دومينوز. طبعا دومينوز جايه متقطعه جاهز، انت مش محتاج تقطعها. بس انا نسيت افتح صوص الجاردك اللي طرطش عليا منهم لله. انا اتبهدلت خالص، بس ما علينا يعني. فدا الاكله الجميله دي. بس خلينا ناكله سلايس من غير اي حاجه علشان نحس طعم البيتزا. انا هاخد سلايس من ده وسلايس من ده، هاخد قطمه وقطمه علشان النتيجه النهائيه. محروقه، شايفين عامله ازاي؟ دي اجمد بكتير. طبعا اللي يكسب معانا في الليله دي كلها طبعا دومينوز. البيتزا طريه. شكل البيتزا دي يعني هي شكلها فاتح، ما فيهاش حروقه خالص، كل حاجه فيها مظبوطه على سنجة 10. فطعم دومينوز اعلى بكتير. طبعا السعر دي انت شفت سعرها، دي سعرها 9 جنيه 95. دومينوز سعرها الاساسي، سعر البيتزا دي الاساسي 15.99، وده الحجم الميديم بتاعهم. بس انا الصراحه ما اشتريتهاش بالسعر ده. طبعا انت لما بتطلب من الاب بيبقى عندك فيه ساعات خصومات كتيره يعني، فدي انا جبتها بنص السعر. يعني دي كلفتني حوالي 7 جنيه 99 سعر بس. يعني دي يعتبر ارخص من دي بكتير. فاعتبر دومينوز افضل من البيتزا دي. حتى لو انا جبتها ب 15.99 ما زالت احسن من دي بكتير. لو انا معايا فلوس وعايز اروح اشتري بيتزا مش هقرب من ماكينه البيتزا. وتقريبا عشان كده الماكينه دي ما بتسلكش هنا في السوق الانجليزي. الفيديو بتاعنا دلوقتي خلص، فلو عجبك سيب لايك واشترك في القناه واكتب كومنت حلو وقول لنا ايه رايك في الفيديو، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم. انا شايف ان البيتزا دي يعملوها ب5 باوند. لو اتعملت ب5 باوند تبقى سعرها جميل، وعلى سعرها تبقى زي الفل. بس 10 باوند لا مش هشتريها تاني اصلا.